ننتقل الآن أيها الأخوة الكرام إلى مسائل تندرج تحت دلالة الظاهر، لأنه سبق معنا أن دلالة اللفظ باعتبار القوة إما نص أو ظاهر أو مجمل. الظاهر هو الذي يدل على معنيين أو عدة معاني أحدها أظهر، ويندرج في ذلك دلالة الأمر ودلالة النهي ودلالة العام ودلالة الخاص. فإن الأمر يدل على الوجوب وإن كان يحتمل الندب، إذن دلالة ظاهر ولا لا؟ ظاهر. والنهي يدل على التحريم وإن كان يحتمل الكراهة. وكذلك العام يدل على استغراق جميع الأفراد وإن كان يحتمل أن يراد به بعض الأفراد. وكذلك الخاص يدل على الاختصاص وإن كان قد يراد بالخاص العموم. نبدأ أولا بدلالة الأمر. الأمر إذا ورد في الشرع فإنه يدل على الوجوب. طيب، ما هي الصيغ التي يستدل بها على الأمر؟ قال لك أول شيء فعل الأمر. قال الله عز وجل أقيموا الصلاة، هذا فعل أمر فيستدل به على معنى الأمر. الثاني الفعل المضارع المقترن بلام الأمر. قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، فهذا أمر. الثالث اسم فعل الأمر. قال الله سبحانه وتعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فهذا اسم فعل أمر يدل أيضا على الأمر. والرابع وهي صيغة تنقل عن الصحابي ولا ينقل فيها الصحابي صيغة الأمر الذي جاء من قبل الشرع، وإنما ينقل فهمه فيقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، كقول عائشة رضي الله عنها أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، فهذا يدل على الأمر أيضا، سواء صرح بأن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم كقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو قال أمرنا بكذا، فكلها تدل على الأمر الصادر من قبل الشرع. نعم. طيب، إذا ثبت الأمر وجاء الأمر بواحد من الصيغ السابقة فعلى أي معنى يدل؟ قال لك يدل بنفسه على المعاني الآتية. يعني إيش يدل بنفسه؟ يعني دون حاجة إلى قرائن. إذا جاء الأمر مجردا عن القرائن فإنه يدل على المعاني الآتية. أولا يدل على الوجوب، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. واحد يدل على الوجوب، ولنأخذ على هذا مثلا دلالة الأمر على الوجوب. نقول الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة، فهذه تدل على وجوب الصلاة. الثاني يدل على الفور، يدل على الفور. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وهذا أمر. فهل يجب الحج على الفور أو يجب على التراخي؟ نقول يجب الحج على الفور. الأمر الثالث يدل الأمر على التكرار، ودليل ذلك أن أكثر الأوامر الشرعية طلب فيها المداومة والتكرار. واضح؟ وما المراد بالتكرار هنا؟ نقول التكرار بحسب الأدلة، والأصل أن يراد بالتكرار استدامة امتثال الأمر. مثال ذلك قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ما المطلوب منك في التقوى؟ أن تكون متقيا لله في كل لحظات عمرك. تمام؟ قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا. ما المطلوب في الإيمان؟ أن تكون مؤمنا في كل لحظات عمرك. واضح؟ وقد يكون التكرار بمعنى فعله مرة بعد مرة إذا دل الدليل على ذلك، كالأمر بالصلاة أقيموا الصلاة، يقتضي التكرار. نعم، يقتضي التكرار في كل يوم وليلة، 5 صلوات كتبهن الله على العباد في كل يوم وليلة. واضح؟ طيب، ومن المسائل، وطبعا كما ذكرت لكم التنبيه هذا أن قواعد أصول الفقه هذا إلا إذا دل الدليل على الخروج عن الأصل. فمثلا لقائل أن يقول طيب الحج
الحج، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالحج، والله عز وجل أمر في كتابه بالحج، فهل هذا أمر يقتضي التكرار؟ نقول لا يقتضي التكرار، لأن الدليل دل على عدم وجوب تكرار الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة. تمام. الرابع دلالة الأمر على الإجزاء. إذا أمرت بالأمر ففعلته فهل يجب عليك أن تعيد، أو نقول الأصل أنك إذا امتثلت الأمر يجزئ؟ الأصل الإجزاء. ولهذا لو أن الإنسان مثلا صام يوما من أيام رمضان حتى غربت الشمس، امتثل ولا لا؟ امتثل. أجزأ صومه أو لا؟ أجزأ صومه. طارت الطيارة فرؤيت الشمس بعد ذلك، واضحة صورة المسألة. أنت راكب الطيارة الآن تنتظر الإقلاع، قالوا أذن المؤذن، وهي الطيارة ماشية في المدرج، أذن المؤذن في المطار صلاة المغرب، بسم الله وكل 6 مرات، طلعت الطيارة دقيقتين إلا الشمس قدامك، ممكن ولا لا؟ ممكن. صرت في نهار رمضان ولا في ليل رمضان؟ الليل أفطرت، أذن المؤذن وأفطرت، الآن رجعت للنهار، الرجوع في الزمن هذا. طيب، فهل نقول بطل صومك؟ نقول الأمر يقتضي الإجزاء، أنت طبقت الأمر إذن أجزأ عنك هذا الصيام. لكن هل تمسك؟ يحتمل أن يقال بالإمساك لحرمة الشهر، لكن لا يؤثر ذلك على صحة الصوم السابق. طيب، هذا خليه عشان ما نستطرد. اللي بعده يدل الأمر بالشيء على النهي عن ضده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما. ما حكم صلاة الإنسان جالسا من هذا الحديث؟ محرم، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. كذلك يدل الأمر بالشيء مع تحديد وقت له على وجوب قضائه إذا فات، وهذا محل خلاف بين العلماء، والمسألة اسمها في علم أصول الفقه اسمها: هل القضاء يجب بالأمر الأول أو يفتقر إلى أمر جديد؟ صورة ذلك: أمر الشرع بأداء زكاة الفطر في يوم العيد، فإذا لم يدفعها الإنسان في يوم العيد ناسيا أو جاهلا أو متعمدا، هل نقول الأصل أنه يجب عليك إخراجها ولو خرج الوقت، ولا الأصل أنه إذا خرج الوقت لا تؤمر بإخراجها إلا إذا دل الدليل على وجوب القضاء؟ المذهب أن الأصل وجوب القضاء، وأن القضاء يكتفى فيه بالأمر الأول، أن الأمر الأول يقتضي وجوب القضاء. ولهذا لو تناظرت مع واحد يقول لك يجب القضاء، أنت تقول ما يجب القضاء، من المطالب بالدليل؟ الذي يقول بوجوب القضاء أو الذي يقول بعدم وجوب القضاء؟ الذي يقول بعدم وجوب القضاء. واضح؟ هذا المذهب. بعض أهل العلم يقول لا، العكس، المطالب بالدليل هو من؟ هو القائل بالوجوب، لكن المذهب أن المطالب بالدليل هو الذي لا يوجب القضاء، لأن الأصل أن القضاء يجب بالأمر الأول، ما دام الشيء ثبت في ذمتك ولو لم تفعله في وقته فيجب عليك قضاؤه. طيب، هذه دلالة الأمر بنفسه. طيب، قد يؤول الأمر عن ظاهره، فنحن قلنا إن الأمر بنفسه يدل على الوجوب، لكن قد يأتي دليل آخر فيدلنا على أن الأمر هذا يدل على الندب وليس على الوجوب، مثل ما مرت معنا أمثلة: أوتروا يا أهل القرآن محمول على الندب وليس على الوجوب، أشهدوا إذا تبايعتم محمول على الندب وليس على الوجوب، بل قد يدل الأمر على الإباحة وليس حتى على الندب. مثال ذلك عند بعض أهل العلم يقول: إذا أعطيكم مثال غير الأمثلة المشهورة عشان جاء الأمر بالصلاة، تمام، الرجال جاء ما يدل على نهيهم عن الصلاة في البيوت وأنهم لا بد أن يصلوا الفريضة في المسجد،
وجاء في حديث الأمر بالصلاة في الرحال في حال المطر، فلو صلى الإنسان في المسجد يكون ارتكب أمرا محرما في المطر. ليش؟ لأن الأمر هنا ألا صلوا في رحالكم أمر يراد به إيش؟ الإباحة. واضح؟ طيب، وهذا سيأتي معنا. الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. نعطيكم مثال آخر. نهى الشرع عن إتيان الحائض، قال الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. أمر يجب عليه إذا تطهرت زوجته أن يأتيها ولا يباح له ذلك؟ أمر يراد به الإباحة. واضح؟ خلافا لابن حزم. ابن حزم يرى أنه يجب إتيان المرأة في كل طهر مرة، لقوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن. نعم.